يعني كابتن ابراهيم، عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، الا وهو ان اكيد لعيبه نادي انبي والجهاز الفني والاداري اتفرجوا على المهرجان اللي حصل ما بين الاهلي والزمالك وسمعوا عنه وشافوه من خلال نجوم بكره. السؤال هنا، قعدتوا ازاي مع اللعيبه بتوعكم بتوع نادي انبي واتكلمتوا عن الفكره ازاي، ويعني كان ايه كمان رد فعل اللعيبه؟ احنا لما شفنا المهرجان وكان جالنا فاكس من كابتن عامر من اداره القطاع يعني، كابتن امام وجه الدعوه للمدربين اولا، واتكلم معاهم ان احنا عايزين نعمل يوم رياضي في فهم جديد وفي ثقافه جديده للاولاد وللاجهزه نفسها. يعني بحيث ان احنا عايزين نروح نشارك النادي الاهلي ونعمل يوم ونعلن ان احنا الاولاد لازم يتربوا ويبقوا عندهم اسس ومبادئ جديده مختلفه تماما عن الفترات السابقه. فلما قعدنا مع الاولاد حتى كان الكلام يعني مش ان انت النهارده ده بدايه بتلعب مع النادي الاهلي النهارده، وجوه الملعب في تنافس شريف قوي، في كوره تأدي كل ما عندك، زميلك وقع تقومه، الحكم اخطأ في لعبه عليك مفيش مشكله، مع زميلك نفسه لو الباص غلط خلاص اوكي هارد لك ومشي الامور. اللعيبه بقى مردودها اللي كان عاجبني قوي وانت بتكلم اللعيبه، يعني الاجهزه قعدت مع كابتن امام ووجه الكلام ليهم، المردود بقى مع اللعيبه من الاجهزه كان استعداد قوي جدا، وتحس في عينيهم حتى لو مفيش كلام ان لا احنا مبسوطين بالفكره، ليه ما نبقاش كده وليه عايزين نبقى كده ونتنافس ونبقى اصحاب. حتى انا في كلامي معاهم النهارده دخلت معاهم قلت لهم بصوا دول انتوا الاصحاب اللي هتفضلوا على طول، احنا كلنا كده كمدربين هنمشي واللي هيتوكل على الله واللي هيروح واللي هيجي، انتوا القصه اللي هتفضلوا لعيبه النادي الاهلي مع منتخبات القاهره منتخبات مصر طبعا. منتخب اول هتبقى فيه توليفه وهتبقوا انتوا اصدقاء العمر. فاعملوا على الحته دي وعلى الجزئيه دي، والولاد النهارده اعتقد كانت بدايه بالنسبه لهم موفقه جدا في الجزئيه دي، وان شاء الله ان شاء الله اللي شفته حتى في نهايه المهرجان خلاني وانا خارج من النادي الاهلي بعد ما خلصنا المهرجان الجروبات ماشيه مع بعضها من اللعيبه اولياء الامور، فدي كانت حاجه جميله جدا يعني بسطاني. تمام. طيب كابتن عبد النبي، كان لينا كلام قبل الفاصل او قبل التقرير اللي فات عن اولياء الامور وكانوا بيعملوا ايه والكلام دوت، فاكيد حضرتك ليك احتكاك كبير مع اولياء الامور، رايهم ايه عن المهرجان ده؟ والله هو النهارده المهرجان بدا يعني في البدايه في نوع من كاننا في يعني من فتره يعني ما تغيرناش، يعني انا تقريبا يعني في اول ما جبنا جون في الاول فحصل نوع من الهتافات من بعض اولياء الامور، فالكابتن عامر راح لهم من بعض اولياء الامور قال لهم يعني احنا المهرجان ده عاملينه على اساس يبقى فيه نوع من التآخي ونوع من الود، لما انت تهتف لابنك في الملعب هتخلي فيها نوع من العنف جوه الملعب، وبالتالي يبقى فقدنا الهدف اللي احنا عايزينه من المهرجان. فبدا يوصل الفكره، يعني هو لما اتكلم معاهم بسرعه بدات توصل الفكره للولاد، فبداوا يهدوا، بداوا بس يشجعوا في الكره الحلوه، بدات الامور تستقر الى حد ما، بس هم محتاجين تتغير الثقافه عند انتوا لازم تعملوا لهم مهرجان بقى لاولياء الامور، بس لازم نعمل لهم مهرجان لاولياء الامور لا للتعصب بين اولياء الامور، لا لازم انت تعزل لهم محاضرات وعزل لهم طول السنه تقعد معاهم مع اولياء الامور بالظبط، يعني عايز تديهم نوع من الثقافه. يعني انا لما كنت عايش في هولندا كنت شغال في نفس المجال، فكان عمري في حياتي مجالي ازعاج من ولي امر، يعني ان عمرها ما حصل في حياتي، لكن هو اللي شفته في مصر مختلف. يعني هنا ولي الامر عنيف جدا على النتيجه، عنيف جدا مع ابنه، هناك ولي الامر مختلف، يعني بيجيب ابنه بالعربيه ويمشي، نفسه ابنه يبقى لعيب كوره ونفسه يوصل بسرعه محسس نفسه ان هو هيطلع من المدرسه على الفريق الاول على طول. بالظبط. يعني العمليه هو مستعجلين بشكل كبير، وامتى العقد وامتى الفلوس، بالظبط وامتى هتمضي ومش عارف. لا هو غلطان، هي مراحل عمريه ومرتبطه بالنمو بتاع الولد، يعني في مراحل عمريه مش محتاجه، ومرتبطه كمان بالمهاره وبالموهبه وبتقدير ربنا، وممكن يبقى انت سخنان جدا ان ابنك يطلع لعيب ان هو مش دماغه ان هو يطلع لعيب اصلا. بالظبط، فدي خطيره جدا. انت حتى انا يمكن في حاجه دايما الكابتن عامل متفاهمه معايا، انه في السن الصغير اللي احنا فيه اللي انا ماسكه اللي هو من 7 ل 13 دايما احنا بنمنع ان احنا نصعد الواد من مرحله لمرحله. يعني مثلا لو عندي واد متميز في 2001 ممنوع ان انا اصعده ل 2000، ممنوع، عندي ده خط احمر. ليه؟ لان المرحله دي مرحله نمو ذهني، وفي نفس الوقت لو انا حطيته في سن اعلى بعمل له نوع من الضغط.
وبالتالي مش هيقدر يوصل ل 100% من اللي انا عايزه بالظبط. وبالتالي بقى ببدا اعمل له بلوك للتنميه بتاعته. خطيره جدا يعني، اخطر نقطه في المرحله دي ان انا ممكن اصعد بعد 14 سنه، اصعده من 14 او من 15 للفريق الاول طالما بلغ والنمو الذهني طبعا عنده مفيش مشكله. لكن طول ما هو النمو الذهني غير مكتمل وطول هو لسه ما بلغش، اذا كنت انا في الملعب لو انت اقوى مني سنه بتعمل لي نوع من الضغط النفسي وانت جنبي يعني ممكن انا مثلا في اول 2001 وانت في اخرها، يعني الفرق بيني وبينك 4-5 شهور. لما الاربع 5 شهور دي بقى السرعه عندي على الصغير ده تاثير غير عادي انت مش متخيله، صح. وبالتالي ممكن تعمله تاخير للتنميه، ده خطر جدا. صح. فبالتالي بقى ما بالك لما اخد المرحله احطه في مرحله اكبر وفي نفس السن، ده خطيره جدا. فبالتالي احنا بنحاول نعالجها، يعني احنا في الملعب بنحاول نعالجها مع المدربين ومع رئيس القطاع، ان احنا ما نصعدش، ان احنا ما نعملش ضغط عليهم في الملعب، بنشتغل معاهم كويس قوي بس، والماتشات برده بنحاول نعملها في نفس الاتجاه ده بحيث ما يبقاش عليهم نوع من الضغط، يبقى في نوع من التكافؤ. فما بالك بقى لما اللي يعمل لي المشكله كلها ولي الامر اللي بره طبعا، هتبقى خطيره جدا. لازم مشكلة. هو يستوعب. فبالتالي احنا محتاجين نثقف ولي الامر والمدرب، يعني عندنا نقطتين في منتهى الخطوره. والله. طيب احنا دلوقتي برضو معانا تقرير عن مواليد 97 من الاهلي ومواليد 97 من انبي، المباراه اللي حصل ما بينهم. تعالوا نشوفه ونرجع نكمل مع ضيوفنا. احنا كنا مستنيين حدث كبير يحصل عشان يحصل كده، لا احنا بنقول احنا كنا غلطانين في حق مصر كلها، بس احنا النهارده ان شاء الله واقفين وقفه كويسه، كل الانديه واقفه كويسه بالمدربين بمجلس اداره بجهاز فني باللعيبه، يعني الحمد لله يوم بيبقى بيعدي كويس قوي. احنا بقدر المستطاع بنحاول ان احنا نمنع التعصب بين اللعيبه وبين الانديه وبين الجمهور في الاساس، فبدأناها بالزمالك وبعد كده المحله والنهارده انبي، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نشيل حته التعصب دي، واتمنى انها فكره كويسه وان شاء الله باذن الله تحقق المطلوب منها وما نشوفش تعصب تاني. الله يعني النهارده يوم كويس ويوم جميل زي كل يوم، يعني زي كل يوم الزمالك وكده، فاللي هم اصحابنا عادي بعد الماتشات وعادي كلنا مع بعض كويسين. قول لا للتعصب وتكون كرة جميله، محدش يشجع بتعصب يعني زيادة عن اللزوم، والكل يحب بعض يعني. احنا جايين النادي الاهلي نقول ان احنا بنحبهم ومفيش حاجه تبعدنا عنهم لان احنا فرقه واحده، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. الحمد لله النهارده يوم جميل يعني بيننا وبين كل الانديه يعني، وان شاء الله يعني تكون حاجه كويسه يعني. طبعا لا للتعصب، وفريق نادي فريق انبي ده فريق جامد طبعا، واحنا نتمنى ان كل سنه يكون في ماتش زي ده، ولا للتعصب. طيب كابتن ابراهيم، عايز اسال حضرتك، الفكره اللي حصلت ديت ممكن تبقى فكره عامه على مختلف الانديه في ظل توقف النشاط او في ظل ان الدوري الغي هذا الموسم؟ والله كلامك منطقي. احنا حتى اتفقنا مع كابتن عامر وكابتن عماد على كده، يعني ان احنا عايزين حتى ان احنا نشتغل على الموضوع ده، سواء الدوري شغال او مش شغال على فترات متزامنه، وان كان كمان كنا بنقترح يعني وده لسه موضوع يعني يحتاج حلقه لوحده اللي في شكل المنافسات وشكل المسابقات بالنسبه للمواسم اللي جايه. فمهرجانات البراعم دي مش المفترض انها تبقى مباريات رسميه، مش من المفترض يعني. طبعا كابتن عبد النبي في الامور الفنيه هيبقى اكتر مني، فليه ما نعممش الكلام ده على مستوى الجمهوريه كله؟ يعني احنا النهارده بنتفق مع كابتن عامر ان احنا ان شاء الله هنتحرك احنا والنادي الاهلي خارج القاهره كمان، محله، اسكندريه، اسيوط، الاماكن دي كلها، ونروح وندعم الفكره. فدي ان شاء الله هتكون بدايه، بس دلوقتي احنا بنفنش الموسم عشان الامتحانات بتاعه الاولاد، وان شاء الله بعد فتره الاعداد ويجهزوا الاولاد هنبتدي ان شاء الله نفعل الامور دي ان شاء الله على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى جميع الانديه. تمام. طب كابتن عبد النبي، يعني حضرتك شايف ايه المطلوب عشان نحافظ على الاهداف اللي احنا حققناها او النتائج اللي احنا حققناها من هذه المهرجانات؟ والله المطلوب ان اولياء الامور والمدربين يبداوا يستوعبوا الفكره. اولياء الامور هيكرهوك. انا عايزهم يكرهوني. انا كان شويه هخلي الكابتن يقفل بره خالص.
لا لان انا عارف ان هم عاملين ضغط على الاولاد عندي، فهي دي مشكله. فانا بطلب ان احنا الامور يهدوا شويه على الاولاد. وده يعني مش كره، ده لمصلحه ولادهم، مصلحه ابني. انا شايف ان هو انا شايف العمليه يعني عايز ياخد منه حاجه في غير محلها، عايز ياخد من عيل صغير عنده 11 سنه 13 سنه انه يلعب في مستوى اعلى. انا في ولي امر كلمني بالتليفون وده بالنسبه لي كان يعني هو عندي في مولد 2000. ما تقولش اسمه ولي الامر، بس قول لي اسم الولد ايه. لا مش هقول، هو اسمه مهند. طيب مفيش مشكله، انا كده ابقى عارفه. انا كده وقعتك يا كابتن. هو كلمني عايز يعني هو شايف ان ابنه في المرحله بتاعته قوي وبيلعب ومتميز، فقال لي ابني لعب كويس انا عايز اصعده. هو اللي عايز يصعده؟ يعني قال لي يا كابتن انا عايز اصعد ابني يلعب مع سن اكبر. قلت له بقول لك ايه، بعد كده اخر مره تكلمني في التليفون وملاش داخل الموضوع ده. وبعد كده احنا كنا مناك تخش النادي، المره الجايه مناك تخش من بره خالص. يعني كان حصل برضو، هو كان عصبي شويه مع ابنه ومع اولياء الامور. فالكابتن امانه يخش النادي لفتره، يعني هو معروف في الاداره في النادي، وابنه لعب كويس، بس الواد ما شاء الله عافي. هو مستعجل عايز يلعبه في سن اكبر من سنه. هو عنده 10 سنين و 11 سنه، عايز يلعب مثلا مع فرقه 2000 ولا بتاع. هو الولاد في سنه كويس، يعني ماشي كويس اهو، وانت محتاج انك تديله دي وياخد التدريج بقى بالراحه واحده واحده كده. وانت محتاج يعني تتخيل انك بتلعب في وسط مجموعه نفس سنك وانت متميز عليهم، فهتبدا يعني هتزيد اكتر مهاره وهتزيد اكتر ثقه في نفسك طبعا. فبالتالي هتعلى، دي مهمه خطيره جدا في السن ده. طبعا لما اطلعه من سنه لسنه بشويش كده 3 4 سنين ورا بعض خلاص بقى نجم، على 14 سنه بقى نجم بالظبط. فهي دي الخطوره، يعني دي اخطر حاجه عندي، هي الموضوع ده بالذات عامل لي نوع من القلق من اولياء الامور. وطبعا المدربين بداوا يفهموا يعني احيانا بيتعصبوا شويه في الملعب، واحيانا يعني بتورث عليهم خلاص فبيهدوا بالظبط. لكن هي الامور محتاجه وقت انك تثقف المدرب ازاي يستوعب الدنيا ماشيه ازاي والامور تمشي ازاي، وبالتالي برضه ترجع لولي الامر عشان تثقفوا ان الدنيا تمشي ازاي. فانا كنت الكابتن كان قال حاجه من شويه خاصه بالمسابقات بتاعه البراعم، على اساس تبقى مهرجانات زي كده. هو انا مش معايا طبعا في الفكره دي، لان هو المفروض ان الولد زي النهارده كده عمل ماتش قوي، وفي نفس الوقت مفيش نوع من العصبيه. ده نتيجه المدرب اللي بره عارف ان ده ماتش ودي، فممكن النهارده اهدى شويه. انا عايزه بكده دايما يبقى هو هادي، وهو مش مشكله انه يوصل رساله. بس هو الكابتن كان بيقول ان ده هو عايزين نبدا من عندهم، من عند المدربين، وان هم يعني يكتسبوا الحته دي في المهرجان وينقلوها ويطبقوها في الماتشات الرسميه. فهي بالتالي انا محتاج وقت. انا محتاج بطوله رسميه، يعني زي ما الكابتن انا محتاج عايز تبقى بطوله رسميه بس يبقى فيها نفس الروح. نتمنى من ربنا ان عوده النشاط يرجع والمسابقات ترجع والمنافسات ترجع بشكل مختلف. انا طبعا يعني احنا طبعا قعدتنا النهارده كانت بسبب المهرجان، انما اكيد هيبقى لينا لقاء اخر يعني هنتكلم فيه بشكل مستفيض اكتر، ونتكلم عن، انا عارف ان انتوا كنتوا عايزين تتكلموا عن نظام المسابقات السنه الجايه، بحيث ان انتوا شايفين بعض السلبيات اللي موجوده في يعني نظام المسابقه، نظام البطولات نفسها. وساعتها يعني اعتقد ان مفيش حد دلوقتي حتى لو اتكلمنا دلوقتي فيها ما حدش هيسمع، لان مفيش حد هينفذ الافكار. فان شاء الله مع بدايه الموسم يعني يبقى لينا لقاء تاني اكتر واكبر، ونتكلم فيه بشكل كبير عن كل اللي حضرتك عايزينه. طبعا بشكر كابتن ابراهيم على وجودك معايا النهارده. الله يخليك يا كابتن، بشكرك جدا بشكرك جدا كابتن عبد المنعم. بشكرك كابتن وائل، وان شاء الله نكون دايما على اتصال باذن الله. دلوقتي هنطلع نشوف تقرير مع اللعيبه برضو قالوا ايه عن هذا المهرجان، وبعد كده هنطلع فاصل وهنستقبل ضيوفنا الاخرين. يوم حلو، احنا عملنا اللي علينا واتمرنا بمجهود، والنهارده يعني انبي كان فرقه حلوه. يوم حلو ان شاء الله، الحمد لله، يعني الحمد لله على المكسب. كانوا فرقه كويسه الحمد لله، كسبونا اول ماتش وكنا كويسين. بنرحب بنادي انبي طبعا، وبنقول لا للتعصب ونعمل روح رياضيه. احنا لعبنا الحمد لله ماتش حلو يعني نادي انبي الحمد لله فريق كويس وبيلعب كرة على الارض وكويس وادى بشكل جيد، والنهارده كان ماتش جميل والروح الرياضيه بيننا وبين نادي انبي، ولا للتعصب ونعمل الروح الرياضيه. الحمد لله كان يوم حلو، واحنا فزنا على الانبي 1-0، ولا للتعصب ونعمل الروح الرياضيه. لا والله هو اليوم حلو وجميل والله، وكل حاجه حلوه، يا رب بس الناس تنسى، والكره مش كده والله صح، ورب يرحم الشهداء بس. شكرا. والله عايزين يعني نخلي الجماهير ما يبقاش في تعصب، ويبقى الحميه في الملعب بس، ويعني احنا بره اصحاب يعني مش اعداء. طبعا يوم جميل طبعا، زي ما عملنا مع نادي الزمالك نعمل مع نادي انبي، ولا للتعصب في اي نادي في مصر،
لازم نعمل حب طبعا بين كل أندية مصر وبس. اللعيبة طبعا اخوات زي بعض ولازم يبقوا يحبوا بعض، وبنزرع في قلوبهم ان هم ما يبقاش فيهم تعصب، وبيلعبوا ده اخوات، بيلعبوا في الملعب زي الاخوات يعني عشان كلنا نبقى في منتخب مع بعض وهنبقى اخوات وهنبقى حبايب وهننام في اوضه واحده بنلاقي التعصب زي ما النادي ينبغي نبقى الزمالك. انا قلت دي حاجه حلوه، انا اتمنى ان هي تحصل على طول، لا للتعصب ده، لان الفرق اللي هي اهلي وانبي كده دول هيتقابلوا بعد كده في منتخبات، ناموا في اوضه واحده، ياكلوا نفس الاكل، يلعبوا مع بعض. احنا بنشرف بنادي انبي وهنعمله ان شاء الله زي نادي الزمالك بالظبط. احنا عايزين نقول بس ما فيش تعصب في مصر، وكل اللعيبه طبعا ايد واحده. جايين عشان نلعب فرقه كبيره وعظيمه والحمد لله يعني لعبنا بشكل كويس وهم برضو لعبوا بشكل كويس. انا برحب بنادي ابني في نادينا الاهلي، وبقول يعني احنا عاملين المهرجان ده عشان الجماهير واللعيبه، وبعز الشهداء اللي ماتوا في حادثه بورسعيد. وصراحه ما كانش لينا نفس نلعب بعد الحادثه، بس بدأنا نتأقلم بعد الحادثه برضو شويه. الحمد لله يعني احنا اتبسطنا ونقول له مبروك للنادي الاهلي وارض لك لنا. احنا اتبسطنا جدا ان احنا جينا نلعب فريق زي النادي الاهلي وجايين نعز الشهداء ان شاء الله. برحب بنادي انبي وهما جم هنا يعني راحه رياضيه وبنرحب بيهم. فرحان ان هم جم وانا زعلان على الشهداء.